السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أحبتنا بالخير جميعا. هام وعاجل بخصوص موضوع قرار خروج سيارات الدفع الرباعي إلى اليمن. بفضل الله والحمد لله تم السماح لخروج سيارات الدفع الرباعي من قبل السلطة السعودية إلى اليمن. تم السماح بداية دوام هذا اليوم بشرط واحد: أن تكون السيارة باسم السائق نفسه، يعني أن تكون السيارة باسم المقيم اليمني الذي يريد أن يخرج لليمن، سواء كان خارج خروج نهائي أو إنه مسافر ذهاب وعودة، يعني بتربتك أو تصدير. فلذلك يجب التعميم ونشر على أعلى مستوى الخبر. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تم السماح لخروج سيارة الدفع الرباعي المتجهة من المملكة العربية السعودية باتجاه اليمن عبر منفذ الوديعة. نشكر كل من وقف في هذه القضية وكل من خاطب وكل من تواصل مع الجهات السعودية. نشكر السلطات السعودية. تحياتي لكم، أتمنى لكم السلامة ورافقتكم السلامة في أمان الله. المهم الخبر مؤكد وأتاني من منفذ الوديعة بالتحديد. تواصلت مع مصادر في الجانب السعودي ومصادر في الجانب اليمني. تم السماح لخروج سيارة الدفع الرباعي إلى اليمن بشرط واحد: أن تكون السيارة باسم السائق، باسم الشخص المستفيد، تكون السيارة باسمه، يعني ما في اللي باسم الكفيل وتفويض باسم الكفيل ما تخرج. فلذلك تحياتي لكم وأتمنى أن تنشروا على أوسع نطاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.